ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. واتمنى كده نكون عون وسند لبعض. واتمنى اللي انا بقدمه يعجبكم. ومتشكرة جدا على تفعيل قناتي. متشكرة للاستاذ صالح، ومتشكرة للمليكة. كتر الف خيركم، ربنا يجازيكم خير يا رب. وشكرا ليكم جدا جدا، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. النهارده الواحد كسلان جدا جدا، يعني احنا قربنا نخش على المغرب اهو. والواحد والله مش عايز يقوم يعمل حاجة. فقلت اما اطلع معاكم كده شوية ونخش نشوف هنعمل ايه. عندنا كده حبة مواعين صغيرين هنغسلهم، وعندنا قلنا نعمل حاجة سريعة. قلت اعمل معاكم شيش طاووق. وحابة بجد اشكر كل حد وقف جنبي. وحابة حسيت ان هو فرح لي من قلبه وكتب لي في التعليقات. آه، بجد يعني عايزة أشكركم، ويجعل قنواتكم كلها مليونية بإذن الله. و... ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا حبايبي. الشيش طاووق اهو بنعمله مع بعض. هوريكم طريقته، ازاي تقطعوه وازاي تتبلوه وازاي تعملوا شيش من غير العصيان بتاعته، او من غير عيدان الشيش طاووق يعني. ماشي. معايا هنا الصدور زي ما انتم شايفينها كده، غسلها طبعا. و... ولو انت مش هتعرفي تنقعيه، مش لو انت مش هتعرفي تقطعيها، الفرارجي بيعملها لك. وطبعا معانا بصل، ومعانا فلفل الوان احمر اخضر اصفر. ماشي. ومعانا البهارات بتاعتي اللي هو ملح وكزبره ناشفه وكمون وفلفل اسمر وبهارات فراخ وكاري. انتوا عارفين ان انا ما بحطش اكتر من كده عندي في البهارات. ماشي. هوريكم بقى بنقطعها ازاي مع بعض. بصوا حبايبي، بتقطعوا الجزء ده الاول اللي هو الصغير ده اهو. ماشي. بتقطعي القطعه مناسبه يعني اهو. المهم تكون سكينتك حاميه. بتجيبي بقى على حسب عدد افراد اسرتك انتي. ونسيت احط حبه سكر، علشان السكر بيساعد ان الصدور لو بتنشف تستوي معاكي بسرعه. والفراخ النهارده اسعارها يعني ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا من اللي احنا فيه بجد. شايفين انا قطعت الصدر كام حته. لو عايزه الحته ارفع من كده انت حره براحتك يعني. وهوريكم برضو لو انتوا عايزين تعملوها في اللي هي العصيان بتاعت الشيش طاووق، هوريها لكم برضو. انت بتقطعي على حسب التخن بتاع فص الصدر ذات نفسه. بصي دي عشان لقيتها تخينه وعريضه شويه اهي. قطعت معايا قد ايه. وبتحطيها كده جنب بعضيها اهي. لو انت مش عايزه تقطعي واحده واحده بتحطيها كده جنب بعضيها، وبالنظر بتقطعي. وتكون حتت يعني بقدر الامكان متساويه عشان تستوي معاكي كويس، ما تبقاش حته مستويه وحته نيه. يعني الحتت اللي في الاخر دول بيبقوا تخان شويه، تقدري تقطعيه الحته على 2 اهو. ايه رايكم؟ اهو. تمام. تمام. مش هغسلها تاني زي ما انتوا شايفين كده. هنقطع الخضار مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اهو. برضو حتت متساويه.
التقطيعه دي على حسب مزاجك انتي، على حسب ما انت عايزه. ماشي، عايزه تقطعي البصلايه كده على اتنين اهو. انا عندي البصل صغير. الواحد كل يوم محتار على الاكل وعلى الشرب، هناكله ايه نشربه ايه. فهي ايه بقى، اي حاجه سريعه كده معاكي بتقضي. برضو كميه الفلفل دوت على حسب ما انت عايزه. وعامة الفلفل الألوان يعني بيدي طعم بصراحة في الحاجة وبيخليها مسكرة. تقطعي الحتة دي معاكي كده عشان ما تمررش معاكي الحاجة وترميها. على قد ما تقدري ساوي التقطيع. اهو شايفين. انا عن نفسي بحب الفلفل الألوان ده، يعني بيدي تسكيرة كده في البتاعة دي، في اي حاجة بتحطيه فيها بقى، بيتزا، اكل عادي، بتاع ده شيش طاووق، اي حاجه، اي حاجه بيديها طعم بصراحه. هجيب لكم عصيان الشيش قبل ما اتبل معاكم واوريكم ازاي لو انت عايزه تعمليه في الشيش. طبعا احنا كلنا اساتذه وعارفين. طبعا دي عصيان الشيش اهي، ماشي، كلنا عارفينها. الهدف من ده ايه يا جماعه؟ طبعا انا هتبله معاكم، انا هتبل ده معاكم، بس انا هوريكم ازاي. انا طبعا مش هعمله في العصيان دي، انا هعمله كله على بعضه كده، حاجه سريعه كده. بس انا هوريكي لو انت عايزه تعمليه في عصيان الشيش. تمام. بتاخدي فلفلايه اه، ماشي. طبعا الصدور دي لو انت هتحطيها في العصيان دي بتتبليها وبتركنيها. بتتبلي الصدور دي وبتركنيها، بتتبليها وتركنيها ساعه نص ساعه على قد الوقت اللي انت ايه عايزاها فيه. تمام. وبعد كده بتكوني مقطعه الخضار بتاعك دوت، وبتاخدي من الشيش من الصدور دي، وتقومي بعد التتبيله وبتقومي ايه عامله عاملاها زي ما انا ما بعمل كده، ماشي. بس انا كده بوريكي ليش في العصيان بتعملي ايه. خلاص. يعني هي حاجه سهله، حاجه بسيطه جدا. مفيش حاجه بقى، مش هقولك مش مكلفه، مفيش حاجه النهارده ما بتكلفش، كله بيبقى مكلف. حبه العدس لو عملتيهم النهارده بيكلفوكي. ربنا يرحمنا، والله ربنا يرحمنا من اللي احنا فيه. طبعا الشيش زي ما قلت لك، صدور الفراخ لازم تتبل. لو انت هتعمليها هتعمليها كده في السيخ كده، تبليها قبليها بوقت. ماشي اهو.
كده اهي. ماشي اهي. تمام تمام. لو انت بقى مش هتعملي في السيخ ده، هتعملي ايه؟ هقول لك تعملي ايه. انا عن نفسي، عشان انا دايما بنحب ما نقفش كتير في المطبخ. تمام. هتعملي ايه دلوقتي؟ احنا كده قطعنا الخضار وقطعنا صدور الفراخ بتاعتنا. ماشي. هنيجي نعمل ايه بقى؟ هقول لك تعملي ايه. طبعا بقى عايزه تحطي عليها زبادي، عايزه تحطي عليها زيت، بحريتك. احنا دلوقتي حطينا ايه؟ قلنا ملح وكزبره وفلفل اسمر وكمون وبهارات فراخ والكاري. هنعمل ايه بقى؟ طبعا انا هسيبها وقت تتبل، بس انا بقى مش هتبل، يعني مش هتبل الفراخ واركنها كده، لا. هحط الخضار كله مع بعضه يتبل، ياخد من طعم التتبيله. هنجيبه حبه سكر. اقل من المعلقه. ماشي. ليه بقى؟ زي ما انا قلت لك ان السكر ده بيساعد معاكي على سوى صدور الفراخ. في ساعات احيانا كده الفراخ ما بتبقاش، ما بتستويش الصراحه. هنعمل ايه بقى؟ هناخد حبه عشوائيه كده اهو. مفيش احسن من العشوائيات. ايه رايكم؟ وتقلبي بقى كل ده مع بعضه. يا واو، بجد يا واو. اهو. قلبي بقى كله مع بعضه كده. تيجي بقى تحطي بقى الطاسه بتاعتك على النار وتحطي كله مع بعضه. في دقايق هتلاقي كله استوى. عايزه بقى ما تتبليش مع بعضه وتحطي الفراخ لوحديها، بعد كده تحطي الخضار. برضو دي حاجه ترجع لك. اما عن نفسي انا، كله مع بعضه كده وريحي دماغك. ايه رايكم؟ طبعا الشكل تحفه. الشكل بجد تحفه. تحفه بجد. اهو. ايه رايكم؟ تحفه تحفه تحفه. هنسيبها بقى ساعه، نص ساعه، ربع ساعه، على حسب وقتك. على حسب وقتك. وما اجي احطها على البوتاجاز هرجع لكم تاني ان شاء الله. يا حبايبي عاملين ايه؟ عملنا هنغسلوا بقى حبة المواعين دول مع بعض، وهقول لكم انا عملت ايه، تتبيلة ايه عشان تعمل معاكي ريحة حلوة، وتعمل معاكي نظافة في الكوبايات والاطباق وكده. بصوا شايفين ده؟ ده قشر ليمون على قشر سفندي على قشر برتقال، زي ما وريتكم المرة اللي فاتت. تحفة تحفة تحفة. بيخلي معاكم الاطباق مع السائل المواعين ده، بيخلي معاكم الاطباق والكوبايات زي الفل. مع حته السلكه بقى. عملنا الشيش طاووق بقى وسيبناه يتبل مع بعضه. قلنا نغسل المواعين دي ونشوف هنعمل ايه.
تاخد في الطبق كده. بصي صراحة ريحة البرتقال، قشر البرتقال مع قشر السفندي بيخليه تحفة، بيخلي الكوباية تحفة تحفة. بصوا شايفين الرغوة؟ ريحة الكوبايات ما يبقاش فيها زفارة. مكان الحاجة اللي بيتشرب منها سواء نسكافيه أو سحلب أو أي حاجة، انتوا عارفين بقى شرب مشروبات الشتاء يعني بيبقى نظامها ايه. صراحة بيشيل أي حاجة في الكوباية وبيخلي الريحة فل الفل. طبعا قشر السفندي مع قشر الليمون مع قشر البرتقال بتغليه كويس جدا جدا. انا المره اللي فاتت ما ضربتش الليمون في الخلاط، المره دي عملت كله مع بعض وضربته في الخلاط بقى السائل اللي انتوا شفتوه ده. اوريكم بقى ازاي بيخلي الكوبايات بتلمع. بصوا الكوبايه بتلمع ازاي. بوريكم في الازاز. بصوا زي الفل. قشر السفندي مع قشر البرتقال مخليهم وريحتها ما اقولكوش عليه اهو. الريحه والشكل عظمه. بصوا بيبرق ازاي الازاز. تعالوا بقى شوفوا المجات دي. بصوا بيخلي الكوبايه تزيق ازاي. بصوا سامعين. بصوا قلبها من جوه. شايفين القلب عامل ازاي. شايفين الشكل ولا الريحه بقى ما يخليش فيها زفاره ابدا اهو. يعني احنا كده كده مستفيدين. هتستفادي بقلب السفندية ولا البرتقانايه، وبعد كده تقومي لما القشر كله وليمون، تكوني عندك ليمون قشر ليمون محوشاه ولا حاجه، تقومي عامله ايه، تقومي لماهم كلهم على بعض وقاعده تغلي فيهم لما ينهروا خالص وتضربيهم في الخلاط. شايفين الكوبايه كريستالة اهي بجد تحفه. عايزه اوريكم شكله. ده قشر السفندي وقشر البرتقال والليمون. انتوا طبعا عارفين ريحه السفندي وريحه البرتقال تدخل في اي حاجه بصراحه بتخلي ريحتها حلوه جدا جدا. جربوه وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات ايه. شوفوا هيعمل معاكم الريحه ازاي في قلب الحاجه.
هيعطرها ويخليها جميله جدا جدا جدا. وهوريكم بيعمل ايه في الالومنيوم. كل ده بحاول ان انا ادعك قلب الكنكه دي، لان طبعا ايدي مش عايزه تخش فيها. دعكتها على قد ما قدرت. يخلي بصراحه الالومنيا جميله جدا جدا. يلا نخلص بقى حبه المواعين دول وارجع لكم تاني ان شاء الله. حبايبي كده الطاسه دي فيها زيت زي ما انتم شايفين، وهننزل بقى بايه؟ هننزل بالشيش طاووق. طبعا انتوا شايفين انا متبلاه ازاي. شايفين الالوان. طبعا لازم تكون الطاسه سخنه جدا. بصوا بيغير على طول اهو، لونه بيغير على طول، ما بياخدش دقايق على النار. الالوان دي بتخلي لو عندك اطفال ومش بتحب تاكل هتاكل الطبق ده. تعمليه بقى مع معكرونه، مع رز، سندوتشات تمشي زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم؟ الطاسه لما تكون سخنه معاكي جدا ما تنزلش ميه. نسيبه بقى يستوي، نغطي عليه ونسيبه يستوي. وهتعرفي ان هو استوى ازاي؟ تتكي على حته الفرخه كده، لو دخلت فيها الشوكه يبقى استوى. هو اصلا كمان بصوا بدات الفراخ تغير اهي، اللون بتاعها يتغير. احسن لك من السياخ بتاعت الشيش، واوفر لك في الوقت كمان. يلا يستوي وارجع لكم تاني ان شاء الله. حبايبي الشيش طاووق زي ما انتم شايفين اهو، ما خدش 10 دقايق على النار، والريحه ما اقولكوش بقى على جمالها بصراحه. الريحه روعه روعه روعه. هنشوفه بقى اذا كان استوى ولا ما استواش. طبعا الشوكه اهي. لما بيتقطم معاكي بسرعه كده اعرفي ان هو استوى اهو. ماشي اهو. عاوز صينيه بسيطه. شايفين الخضار ازاي متهراش وبقى حلو؟ لازم يكون مسخسخ كده معاكي تحسي بطعمه وانت بتاكلي، اما مهري مش هيبقى ظريف الصراحه. نشوف بقى استوى ولا لسه. مش عايزه تتقطع. هربت. شايفين الحته بيضه ازاي حلوه؟
كده استوى وبقى جميل جدا، وهوريهولكوا بقى بعد ما غليته ان شاء الله. حبايبي رجعت لكم اهوت بعد ما خلصنا الشيش طاووق، يعني الكسل طلع نتيجه حلوه. وعملنا جنبه مكرونه زي ما انتم شايفين اهو. ايه رايكم؟ يا رب يكون يعجبكم بقى، وعايزاكم تجربوه بالطريقه بتاعتي دي. الطريقه حلوه جدا، وعايزه بقى ايه اوريكم هو مستوي ولا لا. اهو جميل جدا. عايزاكم تجربوه بالطريقه بتاعتي دي وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وبتمنى منكم ترفعوا لي الفيديو لايكات، عشان انا وانتي وغيرك وغيرك نشوفوه، ونكون كده عون وسند لبعض. واتمنى كده تكون قنواتنا كلها مليونيه باذن الله. وزي ما بتمنى الخير لنفسي بتمنى ليكم والله، لان انتوا بتشجعوني. وحابه اشكر برضو تاني الاستاذ صالح ومليكه، حابه اشكرهم لان هم دول اللي وقفوا جنبي بجد ولحد ما قناتي. لان انا استاذ صالح كان دايما يقول لي انت صبوره، وفعلا انا صبوره الحمد لله. ربنا يجعلنا من الصابرين باذن الله. واتمنى وبشكرهم من كل قلبي، ربنا يجازيهم خير ويجعله في ميزان حسناتهم يا رب. واتمنى حبايب عزه كده ترفعوا الفيديو باللايكات، وقولوا لي رايكم، وجربوا الشيش طاووق دوت بطريقتي هيعجبكم جدا جدا. وقولوا لي اذا كان عجبكم ولا لا، احسن من الاسياخ بتاعت شيش طاووق كده، طريقه سهله وبسيطه. وجربوها وقولوا لي رايكم ان شاء الله، ونتفاعل مع بعض بقى في الكومنتات. وقولوا لي اذا كانت الطريقه تعجبكم ولا لا. اشوفكم على خير حبايب مطبخ عزه الاكلات المصريه، مع السلامه.